اللي اجا لتركيا اكل المانطي وضل يحكي فيها، واللي راح لسوريا جرب الشيش برك وما نسيها. بس اليوم الشيش برك على طريقتي الهطايلية، ومن هالمانطي عملت لكم 3 وصفات خيالية، فتابعوا الفيديو ولا تنسونا من التحية. وبالنسبة للعجينة هي وحدة، فرح نحتاج 4 كاسات طحين بالأول، كاسة مي دافية. بالعادة بتركيا الأغلبية بنخلي بيض للعجينة، بس فينا نستغني عنه أو نستبدله بملعقة خل أبيض، والخل بيعطينا طراوة ورطوبة للعجينة. وبدنا ربع كاسة زيت نباتي ورشة ملح. وهلأ بدها عجنة كتير مرتبة، كرمال هيك بتنادي للشباب اللي عندك بالبيت يساعدوكي بالعجن، أو إذا عندك عجانة بتحطيها بالعجانة بتنعجن 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 لحتى تصير ناعمة وقوامها هيك متماسك. أخذتوا الفكرة خلاص، مش الحين برجع لكم بعد شوي. اللي عنا عجانة، وبين ما تنعجن بشرب قهوتي. يسلم ايدين اللي اخترع لي العجانة. ورح نريح العجينة شي ربع ساعة بين ما نحضر الحشوة. والحشوة التركية بتختلف عن السورية بالإضافات، بس اللحمة مو مختلفين عليها، مفرومة ناعمة وفيها شوية دهنة. واللحمة بسوريا بيحمسوها، وبتركيا بنخليها نية. بسوريا بيضيفوا الكزبرة وبيضيفوا المعشوق المظلوم الثوم، وبتركيا بعض المدن بدال الكزبرة بيخلوا بقدونة. أنا حاطة كل هالمكونات وكله ما رح ينضاف. وبتجمعنا بهالوصفة بصلة مفرومة وحدة، واللحمة طبعا 300 جرام، وكمان الفلفل الأسود بيجمعنا. شفتوا قديش في شغلات بتجمعنا؟ بصل، فلفل اسود، كثير قصص. ببعض المدن التركية بضيفوا بابريكا، وانا حبيت ضيفها مشان اللون مو مشان شيء. ورح نملحها ونعجن، هاي ما بدها عجانة. وحشوة الشيش برك او المانطة جاهزة. وهلا رح نفتح العجينة واشوفكم بكره ان شاء الله. حدا يسأل عني من هون لبكره. يا بسم الله. والعجينة صح تكون قاسية. وبالعادة الشيش برك بينعمل بهذا الشكل، والاسم له علاقة بالشكل. أما المانطي فهو مفستق، بيكون أصغر وبينعمل بهذا الشكل. أما أنا لا رح أعمل شكل الشيش برك ولا رح أعمل شكل المانطي، رح أطلع لكم طريقة جديدة بتجمعنا وبتسهل الموضوع. الدنيا رمضان، شو بدنا؟ وحدة وحدة وحدة. خليكم معي. رح خلي شوي فراغ ببداية العجينة، واخذ اللحم بده بهذا الشكل على العجينة، واكرر الموضوع لتخلص العجينة. اخي حسن طلع زعلان مني لانه حكيت عليه بالوصفة اللي قبل هاي، قلت له عم بكذب، كان ما في انقم منه. اخ مو بس اخي حسن. وبدي قصة هلا هيك شرايط، ورح سكر العجينة بهي الطريقة. شوفوا شلون سريعة لما هيك على بعضها. وهلا رح اخذ مقص واخلي عليه بخة زيت وقطعه لإلكم، ناخذهم هيك قطع صغيرة. وبالنسبة للشكل يعني انا برأيي رمضان ومعدتي ما عندي مشكلة، بنتفق انا وياهم، المهم انه ما يكون في صعوبة بالشغل. قال شو اعملي لها هيك وضبيها وساويها مثل طاقية العسكر، ولا المانتي جمعيها على بعضها وطلعي لنا شكل وردة. خلوكم انتم على القديم، نحن صرنا 2023 بدنا هيك اشكال جديده، يعني الواحد بيتجدد بالطبخه ما فيها شيء. لا تقولي لي ضلت مفتوحه عجين ولحمه نيه، رح تتسكر لحالها. وبعد ما قطعناه بهذا الشكل، اذا حابين تفرزوه فيكم تدخلوه الفرن 10 دقائق على درجه حراره 160. واذا بدكم تشتغلوا فيه مثلي فورا، مي مغليه رح ضيف عليها ملح وشويه زيت نباتي، ورح نزل فيها المانطه او الشيش برك. وبس يبلشوا يفوشوا هيك لفوق، يفوشوا مو يغرقوا، لازم يعرفوا يسبحوا. ايوه ما تعبت فيهم على الفاضي، معناتها بلشوا يستووا معنا. شوفوا لا طلعت اللحمه ولا هرهر شي عنا بالطنجره، بتعرفوا ما بعطيكم شي هيك وهيك انا. وهلا رح نشيل الشيش برك او المانطي بعد ما انسلق لنعمل منهم 3 وصفات، واللي بتلاقيها سهله اعمليها، مو تعملوا لي 3 بتتعبوا، بس المي لا تكبوا، بدنا منه شوي. واول وصفه رح تكون شيش برك هطاي. وبهطاي بالعاده الشيش برك بنعمله بالطزليورت، بس انا ما عندي اياه، استبدلته باللبن العادي، وان شاء الله ما حدا يشوفني بيستلموني بعدين. المهم الطزليورت هو اللبن المملح، واللي بيكون لبن ماعز، بتكون قوامه مثل الجبنه الكريمي على لبنه هيك بتحسوه، يعني نحن بنقدمه على الفطور وبنساوي فيه كمان وصفات اللبن. فرح ضيف كيلو لبن على شوي من المي اللي سلقنا فيها، قلت لكم لا تكبوا المي تلزمنا، وملعقتين طحين. بدي ضل اخلطهم على البارد، وبدي اخلطهم على الغاز كمان مشان ما يفرط معنا اللبن. وبس يغلي اللبن ضيفي كاستين رز مسلوق. ودائما مريوم بتوصيني باكلات اللبن حطي الملح اخر الشي. وشوفوا لي على قوام هاللبن ما احلاه. كثير مهم انه ما يفرط معك اللبن، كثير مهم، لانه انا من تعلمت طبخ لهلا ما فرط معي ولا مره الحمد لله. ونرجع شيش بركاتنا لمكانهم الصحيح. بس قولوا لي مين بده ياكل كل هالشيش برك والمانطي؟ بدي لكم بالبيت كل يوم شيش برك لمدة اسبوع. واخر شي بدي ضيفه زبده دوبناها مع شويه نعناع. هلا الشيش برك السوريه بيحمصوا صنوبر مع كزبره وبيخلوه على الوش، نحن بنضيف زبده مع نعناع وصار جاهز. وهيك بيكون شيش برك هطاي صار جاهز. والوصفه الثانيه بقى رح اعمل مانطي شوربه. بدي شوي زيت نباتي، رح ضيف عليهم بصله صغيره وفص ثوم. وبعد ما حمسنا الثوم مع البصل بدنا نضيف عليهم ملعقه معجون طماطه كبيره، يعني دبس بندوره، وملعقه طعم طحين، وكمان ملعقه طعم نعناع.
نعناع القوات الجودة. نقلبهم شوي على النار ونضيف عليهم كاستين مي ونخليهم ليغلوا شي 10 دقائق. وبعد ما غلت عنا رح ننزل فيهم حمص مسلول والمانط اللي سلقناه، واخر شي رشه ملح، ونخليها تغلي على نار هاديه 10 دقائق وبتصير جاهزه معنا كمان. وللوصفه الثالثه للمانط واللي هي الاشهر والاسهل، وبعرف انكم رح تحبوها لانه بتحبوا الشغلات السهله، بدنا نضيف المانط اللي سلقناه، رح نضيف عليه لبن بارد متوم ومملح. اما الصوص بهذا الطبق هو كل الحكايه، وفي له اكثر من طريقه. انا دوبت زبده وضفت عليها ملعقه صغيره معجون طماطم ورشه بابريكا، وراح ضيفهم فوق الطبق. واللي ما بيحب معجون الطماطم في عنا صوصات ثانيه لا بتاكلوا هم. الزبده بندوبها وبنخلي عليها ملعقه معجون فليفله، او الزبده بندوبها وبنخلي عليها ملعقه نعناع وملعقه فليفله حمراء وملعقه سماق، فبيطلع ولا اطيب وصار جاهز. في اسهل من هيك؟ اعطيتكم كل الاسرار، اعملوها بقى وما تعملوها. وبهيك اطباقنا جاهزين. الف صحه وهنا.